السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستكشفي قناة فور كورة. مرحبا بكم في مقطع جديد اللي غادي نخوصوا على آخر مستجدات الملاعب المغربية المخصصة لاحتضان كأس إفريقيا اللي غتقام في بلادنا في آخر السنة، وغنشوفوا فين وصلت الخدمة في 4 ملاعب، 3 ملاعب بالرباط وآخر بمدينة طنجة. أيضا غنكتشفوا واش الوقت كافي باش يكونوا واجدين لهاد التظاهرات. فقط في آخر الفيديو غنهضروا على واحد المشكل اللي كتعاني منه هاد الملاعب اللي مشوشني أنا بالخصوص كوني كمغربي وعندي غير على هاد البلاد، واللي خاص الجهاز المسؤولة تلقى له شي حل في اقرب وقت. هادشي وبالاضافه الى تفاصيل اخرى غادي تعرفوها معنا في هاد المقطع، فما تنساش دعم القناه بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك معنا طبعا فضلا وليس امرا. ويلا نبداو على بركه الله. نبداو بملعب طنجة الكبير اللي مازال الاشغال فيه متواصله بوتيره متسارعه، والذي يخضع لعمليه توسعه وتحديث شامله لمختلف مرافق داخل وخارج الملعب. انا تصدمت بعد الصور اللي خرجت صراحه. تم تسقيف الملعب بعوارض فولاذيه متينه بشكل شبه دائري، هادشي اللي عطى الملعب طابع عصري رائع جدا اللي ولا شبيه بملعب بايرن ميونخ اليانز ارينا. واخا عمليه التسقيف مازال ما سالاتش بالكامل وخاصه بعض الوقت. ايضا عمليه تغليف الهيكل الخارجي للملعب غاديه بوتيره سريعه هي الاخرى. كذلك تم تركيب وتجريب شاشات تلفزيونيه عملاقه من الجهه الخارجيه للملعب اللي كتعطي واحد الجماليه اكثر. اما المرافق الداخليه انتهت فيها الاشغال بشكل رسمي تقريبا، فالتصميم اقل ما يمكن القول عنه جميل ورائع جدا. فلاحظ معي تصميم وديكور المكان مخصص لكبار الشخصيات، فعند المشاهده للوهله الاولى كتقول هذا التقديم خاص بفندق 5 نجوم اللي كيجمع فيه كل ما هو عصري وتراث مغربي اصيل. حتى اعاده تثبيت الكراسي في المدرجات اشرفت بدورها على النهايه، ومازال فقط بعض الاماكن المخصصه للصحافه والمنصه الشرفيه. تم ايضا كما كنلاحظوا انتهاء من عملية تثبيت العشب على أرضية الميدان. وتؤكد مصادر ميدانية أن النسخة النهائية من ملعب طنجة الكبير ستكون مبهرة بكل المقاييس، بحيث تظهر ملامح التطوير بوضوح يوما بعد يوم، وغادي يكون جاهز بنسبة 100% لكأس إفريقيا. انتقلوا دابا للملعبين مولاي الحسن وملعب البريد اللي تبناو في وقت إعجازي صراحة بالرغم وجود بعض الرتوشات، لكن الخدمة غدا بشكل سريع ومنظم على أعلى مستوى من الجدية والاحترافية، خصوصا ملعب مولاي الحسن اللي غيكون تحفة إن شاء الله. فبعد ما سالاو تسقيف وتغليف الهيكل الملعب من الخارج، الآن كيتم تثبيت الكراسي مع اعتماد على اللون الأحمر في المدرجات المكون من طابقين، غير تنزيل وتركيب العشب على أرضية الميدان. وبنفس الوتيرة كذلك غدا الخدمة بملعب البريد، وكيف ما كنلاحظوا وصلوا 90% من تسقيف المدرجات اللي مكونة هي أيضا من طابقين. واللي تال انتباهي وعجبني صراحة هو اللون الكراسي اللي معتمدين عليه اللي مكون من الأبيض واللون الازرق الفاتح اللي غيعطي واحد الجماليه اضافيه للملعب. فهاد الملعبين غيكونوا واجدين في وقت محدد للتظاهره. بالنسبه لمركب مولاي عبد الله اللي لا حديث ولا حرج، كما كنقولوا ملعب داوي على راسه ما شاء الله. اشغال وصلت ل 95%. تم تسقيف مدرجات الملعب والاعتماد اللون الاحمر بالنسبه للكراسي ليعطى واحد تناسق وجماليه اكثر للملعب. ايضا تم تغطيه الهيكل الملعب من الخارج واضافه وتركيب شاشات داخل وخارج الملعب وتجريبها. ويقال حسب مصدر من الجامعة الملكية لكرة القدم أن المباراة القادمة بين المنتخب الوطني والمنتخب النيجر ستقام على هذا الملعب. على أي حال ملعب مولاي عبد الله جاهز بنسبة 100% لكأس إفريقيا، هادشي بدون ذكر ملعب فاس والدار البيضاء، بالإضافة إلى ملعب أدرار بأكادير اللي ديجا واجدين وتلعبوا فيهم مباريات. غير هو كاين واحد المشكل يطرح مجموعة من التساؤلات، وهو جودة العشب بالنسبة للملاعب اللي تم افتتاحها، أخص بالذكر ملعب محمد الخامس وملعب الكبير بفاس اللي صراحة كنا كننتظر جودة أكثر من هذا الشيء بكثير. نتمنى من المسؤولين ينتبهوا إلى هذا الأمر، وما عرفناش فين كاين المشكل، واش ما عندناش مختصين في هذا المجال ولا المشكل في الجو. صراحة ما فهمت. فالحاجة اللي نتمناو يلقاو الحل. وحيثكم علما على المستوى الإفريقي فنحن دائما في الريادة على جميع المستويات. جينا على نهاية هذا الفيديو، نتمنى أنك تكون دعمتي القناة. كان معكم سيمو، تهلاو.